السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أنا عايز أوصل رسالة النهاردة لكل جمهور الوسط الرياضي في مصر، سواء جمهور النادي الأهلي أو سواء جمهور نادي الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، المصري، الاتحاد، إلى كل جمهور الوسط الرياضي في مصر. أولا رسالتي للجمهور المنافس للنادي الأهلي غير جمهور النادي الأهلي. أولا رسالتي للجمهور المنافس للنادي الأهلي سواء جمهور الزمالك أو الإسماعيلي أو بيراميدز أو المصري أو الاتحاد كله. أولا اللي يزعل إن النادي الأهلي بيكسب يبقى غلطان، لان النادي الاهلي اخر حاجه بيفكر فيها في المكسب بعد تدني مستوى اللاعبين في جميع انديه مصر. هي اخر حاجه النادي الاهلي بيفكر يكسب بيها هو داخل المستطيل الاخضر، والدليل اللي شفناه النهارده في مباراه بيراميدز والاهلي في نهائي كاس مصر. ده اول حاجه، اخر حاجه بيفكر يكسب بيها النادي الاهلي بعد تدني مستوى لاعبين كره القدم في مصر. هي اخر حاجه النادي الاهلي بيفكر يكسب بيها هي داخل المستطيل الاخضر. النادي الاهلي كل مكسبه سواء بالبطولات او بالماتشات المهمه اللي هو عايزها خارج المستطيل الاخضر بخطط، يعني الله اعلم مين اللي بيخططها لهم الخطط دي. تاني حاجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اللي يفرح من جمهور النادي الاهلي ان ناديه بيكسب يبقى ده لا مؤاخذه مستواه متدني، وده عقليته وده فكره في عالم كره القدم. اللي يفرح من جمهور النادي الاهلي ان ناديه بيكسب يبقى هو ده مستواه في التشجيع، انسان عايز يتلاهى باي شيء، مش مهم بقى اذا كان الشيء ده حرام حلال، مش مهم ان الشيء ده جاي منين، مش مهم ان الشيء ده صح او خطا، مش مشكله بالنسبه له. هو عايز يقول انا بكسب، عايز يقول انا موجود، وهم ده حاليا اللي بيعملوه مع جمهور النادي الاهلي. اولا شفنا النهارده في مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر، الهدفين اللي دخلوا في النادي الاهلي ما يدخلوش في اقل حارس مرمى في الدوري المصري، ولكن هو طبعا الهدفين النهارده الهدف الاول بمساعده احمد الشناوي مع حكم المباراه امين عمر. اولا الهدف معمول بخطه معينه، الحارس مع احمد الشناوي اللي له يطلع على الكوره وما يجيبش الكوره، اللاعب ياسر ابراهيم لاعبها ضربه راس من عند نقطه الجزاء. طب انت فين يا احمد الشناوي؟ هل انت طلعت على الكوره؟ هل لما الكره اتلعبت معديه من جنبك مش عارف تمد ايدك؟ يا راجل ده ياسر ابراهيم لاعبها من عند نقطه الجزاء، تروح لكهربا ازاي؟ نفسي افهم، نفسي افهم. اولا كهربا كمان متسلل، ده دور امين عمر. امين عمر لما راح للفار ما راحش هو للفار، طبعا ابصر الرساله جات له منين؟ طبعا من الناس اللي في عالم الفضاء اللي قاعدين على الفار. طب ماشي، مخرج المباراه كمان له دور، وهو بيعيد اللقطه بتاعه الهدف الاول ما بيعيدهاش من الكاميرا الخلفيه اللي من ورا المرمى او اللي موازيه للعرض للمرمى بخط المرمى، لا ده هو بيعيدها من الكاميرا الداخليه بالملعب، دي ما تظهرش نهائي. الكوره لما اتعادت اول مره وثاني مره من الكاميرا الخلفيه ظهرت ان كهربا ما فيش الا لاعب واحد بس من بيراميدز مغطيه، وكان حارس المرمى متقدم. في قانون عالم التسلل لازم يكون اثنين لاعيبه، منهم بيبقى حارس المرمى ومنهم مدافع ثاني. لو حارس المرمى متقدم وفي لاعب واحد اللي مغطي، لا الكوره بتتحسب اوف سايد، وده اللي شفناه النهارده مع اللاعب كهربا. قبل ما يجيب الهدف كان متغطي بلاعب واحد بس، وكان الحارس احمد الشناوي اللي كان له دور طبعا في الهدف. كان احمد الشناوي بره اللعب، يعني اللاعب محمود كهربا كان متسلل. ادي الهدف الاول في كام خطا. اولا احمد الشناوي طالع غلط. تاني حاجه ياسر ابراهيم لعب الكره من عند نقطه الجزاء، احمد الشناوي ما راحش عليها خالص، راحت لكهربا بكل عجوبه. تالت حاجه كهربا كان متسلل، دور امين عمر ودور الفار مش طلعوا التسلل، حتى مخرج المباراه بيعيد التسلل من الزاويه الداخليه للملعب اللي ما تظهرش. الهدف الثاني حمدي فتحي، الكره ملعوبه عرضيه، يعني اقل حارس مرمى لو جبنا حارس كده من الدوره الرمضانيه هيطلع على الكوره. طب احمد الشناوي طلع يعمل ايه؟ ده احمد الشناوي يعني طلع بنص من بين اللاعب والمرمى، بحيث ان اللاعب يعمل الكره في المرمى بكل سهوله، لا طلع على اللاعب ولا طلع على الكوره ولا فضل في طب ما تفضل في المرمى. حمدي فتحي معاه اثنين لعيب، حمدي فتحي مش فان بارسا هيستلم الكوره ويعملها باكورد، لا لا. هو احمد الشناوي كتر الف خيره دايما في مباراه النادي الاهلي، حتى ايام ما كان في الزمالك احمد الشناوي ده الحارس ده بالذات دايما بيفوت للنادي الاهلي. احمد الشناوي ده دايما بيفوت للنادي الاهلي، وانا احمد ربنا ان احمد الشناوي ده ما بيلعبش في منتخب مصر، واحمد ربنا ان احمد الشناوي ده مش من نادي الزمالك، واحمد ربنا يعني ورساله لاداره بيراميدز، احمد الشناوي ده ما يصلحش ان يكون حارس مرمى منافس للنادي الاهلي. على فكره حتى احمد الشناوي كمان انت عمرك ما انت رايح النادي الاهلي، انت عمرك ما انت رايح النادي الاهلي. النادي الاهلي مش هيعوز لاعب هو بيسمسر من وراه، ليه؟ لان احمد الشناوي انت لو رحت النادي الاهلي عارف انه هيتعمل فيه كده منك انت. يعني انا رسالتي لاداره نادي بيراميدز انها تستغنى عن اللاعب اللي اسمه احمد الشناوي. تاني حاجه عبد الله السعيد كان دوره النهارده في الملعب انه ما يكملش المباراه، وادي مروان عطيه قام بالواجب، شال عبد الله السعيد، شيل من على حدود منطقه الجزاء، وما ينفعش طبعا تتحسب ضربه حره مباشره من هنا لنادي بيراميدز. لا مروان عطيه شال عبد الله السعيد، شيل، وكمان ده حتى ما اتحسبتش فاول، مش هنقول لك حتى ما خدش كارت احمر ولا حتى كده، لا ده حتى امين عمر ما حسبهاش فاول، عشان حتى افضل الشكوى اللي اكبر الشك فيها تبقى تتحسب فاول، او اكبر تبقى انذار. لا ده فيها طرد يا امين عمر بيه، هي فيها طرد للاعب
مروان عطيه. فالخطه النهارده كانت محسومه ما بين امين عمر وما بين احمد الشناوي. باختصار النادي الاهلي النهارده كسب بمساعده احمد الشناوي وبمساعده امين عمر، غير كده محدش يقول لي. شفنا الهدفين اللي دخلوا النهارده في نادي بيراميدز بمساعده احمد الشناوي وبمساعده امين عمر وبمساعده محمد عادل اللي على الخط الحكم الثالث وبمساعده حكام الفار. فتقريبا كده النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بيكسب خارج المستطيل الاخضر وبالادله وبالنظريات، وكلنا شايفين النهارده. وسيبوا الكره دي للنادي الاهلي خالص، فاحنا مش عايزين نتفرج على كره تاني. خلاص احنا مش هنتفرج على كره تاني. سيبوا النادي الاهلي ده يلعب لوحده كده في الدوري ويلعب في الكاس ويلعب في افريقيا، وان شاء الله الاهلي يطلع فضح من افريقيا. انا خلاص بصوا انتمائي كده لانديه بلدنا ما عادش فيه للنادي الاهلي دي انتماء خالص. لو في عداله هيبقى في انتماء، انما ما فيش عداله. نستنتج ان النادي الاهلي بيكسب خارج المستطيل الاخضر من الاخر بمساعده احمد الشناوي ومساعده امين عمر في مباراه النهارده. وكل مباراه لهم حلول، يا اما حارس مرمى، يا اما مدافع يجيب ضربه جزاء، يا اما الحكم يحسب ضربه جزاء. بصوا النادي الاهلي ما بيغلبش، النادي الاهلي ما بيغلبش. النادي الاهلي عنده حلول كتير. عند المهاجم بتاع المنافس ممكن اخليه ما يسجلش، مش من قوه مدافعين النادي الاهلي، لا ده بارضاء المهاجم. عنده الحارس المرمى بتاع الفريق المنافس ممكن يخليه داخل مره اهداف في نفسه، زي ما شفنا النهارده احمد الشناوي. شفنا ممكن النادي الاهلي عنده انه يخلي المدافع بتاع الفريق المنافس يجيب ضربه جزاء بسهوله. الحكام تحسب ضربه جزاء. يا جماعه النادي الاهلي ما بيكسبش من داخل المستطيل الاخضر. فانا يعني زي ما شفنا النهارده حسبنا الله ونعم الوكيل في احمد الشناوي وفي المنظومه الرياضيه دي في مصر. ونادي بيراميدز كان هو اللي حق بالكاس، وكان عبد الله السعيد لازم ما يكملش المباراه. واحنا خلاص جمهور نادي الزمالك وكل جمهور مصر تعب من الكوره بسبب النادي الاهلي وبسبب اللي يحصل للنادي الاهلي. دمروا في نادي الزمالك، بيعوا لعيبه نادي الزمالك كلها وسيبوا النادي الاهلي ده يلعب لوحده كده. طفشوا لعيبه نادي الزمالك كلها تجيبوا لها عقود احتراف، طفشوا لعيبه الاسماعيلي، طفشوا وحتى بيراميدز كمان طفشتوا كده وطفشتوا كل، سيبوا النادي الاهلي ده يلعب لوحده كده خلاص. وانا كده اتمنى ان انا تكون رسالتي وصلت، واتمنى ان احنا نشوف عداله في الكره المصريه. وتقريبا دي ما فيش خالص يعني، اتحاد الكره ما فيش لا حياه لمن تنادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.